السلام عليكم الغزالات ديالي، اش اخباركم؟ كنتمنى تكونوا بخير وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. ومرحبا بكم في قناه غزال شانيل. اليوم ان شاء الله في اطار سلسله حلويات العيد غادي نشارك معكم حلوه المعلكه بالكاوكاو. كتجي رائعه في المذاق ورطبه. غادي نحضرها معكم بثلاثه ديال الاشكال مختلفه من خليط واحد، راقيه واقتصاديه. كيف غتشوفوا معايا غادي نحضرها بمكونات بسيطه وكتخرج كميه كبيره. الصراحه كتجي ولا اروع. الى عجبتكم الوصفه وصلوا الفيديو لاكبر عدد ديال اللايك وشاركوه مع اصدقائكم. واذا كانت هذه اول مره كتشاهدوا فيها القناه انضموا لها بضغط على زر الاشتراك الاحمر وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. نخليكم مع المكونات وطريقه التحضير. غنحتاجوا في المكونات نص كيلو ديال الكاوكاو محمر ومطحون. انا عملته مقشر لكن ممكن تعملوه بالقشور ديالو. عندي كذلك 2 معالق كبار ديال الزبده، 2 اكياس ديال البيكين باودر او خميره الحلوى ما يعادل 14 غرام، 100 غرام ديال السكر كلاصي، 3 د البيضات، ومعلقه كبيره ديال الجليكوز اللي ممكن انكم تعوضوها بالمربى. في اناء غنعمل الكاوكاو ديالنا، غنزيد سكر كلاصي، غنضيف كذلك البيكين باودر او خميره الحلوى، وغنخلط النواشف ديالنا. بعد ما كيندمجوا غنضيف الجليكوز، غنضيف كذلك الزبده، وغنزيد البيض. هنا عندي 3 د البيضات متوسطين. غنخلط العناصر ديالنا بهذا الشكل هذا، وغادي نستمر في الخلط حتى كيندمجوا مع بعض. كيف غتلاحظوا معايا غادي نحصل العجينه اللي كتكون خفيفه واحد شويه وكتلصق. هانتوما هذا هو القوام ديال العجينه ديالنا. غنحاول نغطيه وغادي ندخلو للثلاجه واحد 10 ديال الدقائق باش كيشد راسو. هنا بعد ما ارتاح كيجي هذا هو القوام ديالو. كيف كتلاحظوا معايا تماسك. دابا غادي نبدا نشكلو. كناخذ واحد شويه بالملعقه وكنشكل منه غريبه. شوفوا معايا هذا هو الحجم ديالها. غنحطها جانبا وغادي نشكل البقيه بنفس الطريقه. في حاله بغيتو توزنوهم عملوا في كل كره 22 غرام. بعد ما كنسالي غادي ناخذ الحلوه ديالنا وغادي ندوزها في بياض البيض. صافي غادي نعملها في كاوكاو ايفيلي وغنحاول اني نثبتو عليها. كيف كتلاحظوا معايا هذا هو الشكل ديالها. غنحطها في صينيه الفرن اللي فرشتها بورق الطهي وغادي نشكل معكم البقيه. بنفس الطريقه كندوزو الحلوه ديالنا في بياض البيض صافي وكنعملوها في لوز ايفيلي. كنحاولوا نثبتوه مزيان صافي وكنحطوها في صينيه الفرن. كنستمر على نفس الشكل حتى كنسالي الصينيه الاولى. بعد ما ساليت الشكل الاول ديال الحلوه غادي ندخلو للفرن اللي سخنته من قبل 160 درجه. كنشعل عليها فقط من التحت حتى كطيب ومن بعد كنشعل الفوق باش كتحمر واحد شويه. بالنسبه للمده ديال الطهي فكتاخذ فقط 15 دقيقه. بالنسبه للشكل الثاني ديال الحلوه فغادي يكون بالزنجلان. غنحاول اني ندهن يديها بشويه ديال بياض البيض وغندهن الكره ديالنا. غنقدها بهذا الشكل وغندوزها في الزنجلان. كيف كتشوفوا معايا كتجي بهذا الشكل هذا. غنحطها في صينيه الفرن وغادي نستمر على نفس الشكل. كندهن يديا ببياض البيض صافي وكندهن الكره ديالنا. كندوزها مزيان في الزنجلان حتى كيتثبت عليها وكنحطها في صينيه الفرن.
بعد ما كنسالي خديت الكرز اللي كيجي معسل وقسمته على جوج وبديت كنزين به الحلوه ديالنا. غندخلها للفرن وغادي نطيبها بنفس الطريقه اللي طيبت بها الحلوه الاولى. كنشعلوا عليها فقط من التحت حتى كطيب ومن بعد كنشعلوا الفوق باش كتحمر واحد شويه. بالنسبه للشكل الثالث فغادي يكون ملوزه بالكاوكاو. بنفس الطريقه اللي عملت قبل غادي ندهن الحلوه ديالنا بشويه ديال بياض البيض وغندوزها في السكر كلاصي. كنحاولوا نغلفوها مزيان صافي وكنبداو نرشموها. تقدروا ايضا تستعملوا السكين. صافي غادي نعمل في الوسط حبه ديال اللوز وغنحطها في صينيه الفرن. كيف كتلاحظوا معايا كتجي رقيه في الشكل. كنستمر على نفس الشكل. كندهن الحلوه ديالنا بشويه ديال بياض البيض وكندوزها مزيان في السكر كلاصي. صافي غادي نرشمها بنفس الطريقه وغنزينها باللوز. كنستمر على نفس الشكل حتى كنسالي كل الكميه. بعد ما كنسالي غادي ندخلها للفرن يسخن مقبله 160 درجه. كنشعلوا عليها فقط من الفوق حتى كتشقق ومن بعد كنشعلوا عليها لتحت باش كتكمل الطياب ديالها. كتاخذ فقط واحد 10 ديال الدقائق. كيكون هذا هو الشكل ديال الحلوه اللي شاركت معكم اليوم. كتجي راقيه في الشكل ورائعه في المذاق. كيف شفتوا معايا المكونات ديالها بسيطه وكتخرج كميه كبيره. هنا غادي نقسمها معكم باش تشوفوا الشكل ديالها من الداخل. كيف كتلاحظوا معايا كتجي معلكه ورطبه. الصراحه كتجي ولا اروع. كنتمنى فعلا انكم تجربوها وتشاركوني صور تطبيقاتكم في حسابي على انستغرام اللي باين لكم على الشاشه. الى عجبتكم الوصفه ديال اليوم وصلوا الفيديو لاكبر عدد ديال اللايك وشاركوا مع اصدقائكم. واذا كنتوا جداد بالقناه ضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس توصلوا بكل الفيديوهات. كنشكركم على المتابعه والى الفيديو القادم ان شاء الله.